صلوا على النبي ويلا نبدأ. بتقولي انا واحدة عندي 27 سنة ومتجوزة من فترة مش طويلة وحامل، والمشكلة عندي دلوقتي اني مرتبطة بواحد. اني كنت مرتبطة بواحد من 6 سنين، قعدنا مع بعض 6 سنين بنحب بعض، يعني هو يعتبر حب عمري. طب واللي انتي متجوزاه؟ المهم، ولحد دلوقتي مش قادرة انساه، واللي اعرفه ان هو كمان مش قادر ينساني. وعرفت ازاي؟ عرفت ازاي؟ اللي اعرفه ان هو مش قادر ينساني لحد دلوقتي هو كمان، ولحد دلوقتي ولا خطب ولا اتقدم لاي حد. وانا الحمد لله محافظه على بيتي ومحافظه على جوزي، والحمد لله الحمد لله ان جوزي كويس قوي ومعايا، ربنا يحميه. هو ابن حلال، ما الراجل ابن حلال اهو. ايه بقى؟ المهم، وعمره ما زعلني، وانا معرفتش اتجوز اللي كنت بحبه لان كانت ظروفه ما تسمحش ياخد لي شقة في القاهرة، علشان هو كان من الارياف وانا كنت من القاهرة، والبلد بتاعته كانت بعيدة علينا، واهلي ما وافقوش انتقل معاه للمحافظة اللي هو فيها. بعيد عن اهلي ما وافقوش انتقل عن المحافظة اللي هم فيها، بس هي كانت ارياف وانا فعلا ما كنتش هقدر اعرف اعيش فيها. فخلاص بقى، انسيه وادي انت اتجوزتي واحد اهو. ثانية نكمل القصة. المهم، السؤال دلوقتي، هما الناس اللي اتجوزوا وهم بيحبوا شخص تاني قدروا يعملوا كده ازاي؟ قدرتوا تعملوا كده ازاي؟ انا مش عارفة اعمل كده ازاي. وهل اللي انا فيه ده حياتي ممكن تستمر، ولا ممكن اتطلق وجوزي يلاحظ عليا حاجة؟ لان الموضوع تعبني جدا وبفكر فيه كتير قوي، وخايفة في يوم من الايام انجذب للكلام معاه باي طريقة. انا مش عارفة اعمل ايه. ارجو الرد بالله عليكي، علشان مش عارفة اعمل ايه. كل اللي انت هتعمليه انك هتنسيه باي طريقة بقى. جوزك ابن حلال، انت قلتي ان هو ابن حلال وما بيحبش يزعلك وي 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 وي. فخلاص، ما دام معانا الراجل اللي بيحبنا وبيحتوينا وما بيحبش يزعلنا وبيحاول ان هو يعمل اي شيء علشان خاطر يساعدنا، فانت ما تجيش يعني تكونش حياتك ماشيه حلوه وانت تيجي تحط عليها شويه طينه. لا، ما ينفعش. اهم حاجه جوزك كويس معاكي، يبقى دي بالدنيا وما فيها. تحاولي تبعدي عن الراجل اللي انت كنت بتحبيه، وخلاص انت قبلتي ان انت تتجوزي واحد غيره، فخلاص بقى تنسي التاني ده تماما. لان بجد لو حد عرف هتبقى مشكلة ليكي، وانت لو اتطلقتي لا قدر الله او جوزك عرف هتبقى مشكلة ليكي انت، واللي كنت بتحبيه او الكلام ده كله مش هيجي يتجوزك. ولو انت قلتي ان انا عايزة اتجوزه ولا بتاع، انت عارفة مصيرك هيبقى فين وهتروحي تعيشي فين. ف نصيحة مني انك تقربي من ربنا وتبعدي عن الشخص ده تماما، ولا تعرفي اخباره، ولا حد ينقلك اخباره هو خطب ولا ما خطبش ولا اي شيء خالص. كل اللي انت هتعمليه تبعدي عنه وتقربي من ربنا وتنسي الشخص ده تماما، وتحاولي تتقي الله في جوزك و وروحي بقى نقي لبس جديد للطفل اللي انت هتخلفيه ان شاء الله، وربنا يقومك بالسلامة ان شاء الله. وفكري في حياتك الجديدة وزوجك والطفل اللي انت ربنا يرزقك بيه. بس هو ده اللي انا اقدر اقوله لك. وبرضه طبعا تقدري تشوفي رأي اخواتنا في الكومنتات هيكون ايه. هتوحشوني. اللي عنده اي قصة، اللي عنده اي مشكلة او اي حاجة عايز يحكيها لي او يكتبها لي، عندكم صفحة الفيس تحت اسمي. اول ما تخشوا القناة اول ما تخشوا القناة كده هتلاقوا صفحة الفيس على تحت اسمي، دوسوا عليها ان شاء الله. برد على كل الرسائل وبعمل على كل الكومنتات بتاعتكم قلوب. توحشوني.